السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج الكرد في عيون معاصرة، من اسطنبول إلى باريس وصولا إلى القاهرة، ولقاءات مع نخب مثقفة عربية تدلي بدلوها في قراءة المشهد الكردي والعلاقة مع الكرد تاريخا وقضية ومسؤولية. في هذه الحلقة نستضيف الكاتب والمفكر والإعلامي فهمي هويدي، الذي بدأ مشواره الصحفي منذ عام 1958 وصحب كبار الإعلاميين على المستوى العربي، وصدرت له دراسات وله أيضا مشاركات في الشأن الكردي، وله آراء جريئة ومتقدمة. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا بك، مرحبا. أهلا بك. نبدأ بالمحور الأول. كواحد من الإعلاميين العرب حضرتك، كيف تنظر إلى الكرد تاريخا وحضارة وشعبا؟ يصعب اختزال هذه العناوين في كلمات قصيرة، يعني التاريخ والحضارة والشعب، يعني هذه مساحات واسعة تحتاج إلى كلام كثير، ولكن يعني أنا أتعامل مع الكرد باعتباره جزء من العالم الإسلامي والعربي وجزء من النسيج العام في هذه المنطقة، الذي لم يقدر له أن ينال حقه الطبيعي، ولكن حينما نطالب له بالحق فإنما نضمه إلى قائمة الحقوق المهدرة في العالم العربي، وهي كثيرة. نعم. طيب، بعيدا الآن كتاريخ، كيف ترتبط فيهم؟ كيف تنظر إليهم؟ لا، يعني أنا لم أفكر في يعني سواء من يعني سيد محمد كرد علي إلى زميلتنا درية عوني إلى الأستاذ العقاد إلى الأعلام الموجودين في العالم في التاريخ الإسلامي، لم أفكر في أنهم أكراد، لم يخطر على بالي هذا. كنت أتعامل معهم أنهم يعني شخصيات يعني لهم حق الكرامة. نعم. ومسلمون أولا كآدميين وجزء من هذا من الإنس الموجودين، الناس الموجودين في هذه المجتمعات، وبالتالي مشاركتهم كانت شيئا طبيعيا. وأنا بأذكر دائما أنه مثلا الخلية الأولى في التاريخ الإسلامي كان فيها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي. كان في لم يكن التزامهم القومي أو العرقي حائلا دون الحفاظ على مكانتهم واحترامهم وحقوقهم وتبجيلهم طول الوقت. وبالتالي هذه حينما نجد فئة يعني تعرضت لإهدار الحق، فنحن نتضامن معها باعتبارهم أصلا جزء من هذه الأمة الذي ينبغي أن يلقى حقه في الاحترام والكرامة. كونك الآن يعني بدأت فورا بموضوع الحقوق والأمور التي يمكن أن نقول أنها مهدورة، هناك مصطلح أنت قلته هو الإسلام السياحي. نعم. وهذا المصطلح يمكن إذا أسقطناه على الحديث عن الكرد نجد أن هناك تعاطفا كبيرا، يعني ومع كل حدث يحصل في العالم الإسلامي، مسلمي الإيغور، الشيشان، الأفغان، عندما يصل الأمر إلى قضية مظلومية تتعلق بالشأن الكردي يصبح هناك نوع من البرودة في المشاعر أو عدم التعاطي معها كما يتعاطى مع المسائل الأخرى. ما هو السبب؟ هل هذا نوع من الإسلام السياحي، مزاجية أو عدم انتماء؟ أولا دعني أقول أن الأمر ليس مقصورا على الكرد، لأن المسلمين في الصين مثلا ولا في ميانمار يتعرضون للإبادة، في الهند الآن يتعرضون للاضطهاد وإهدار الكرامة الذي نشهده ونتابعه، ونجد أن رئيس وزراء الهند بيقابل باحترام وتبجيل في إحدى الدول الخليجية. يعني هناك هذه السمة، رغم اتفاقي على أن الكرد لم يلقوا ما يستحقون من كرامة واحترام، إلا أنه هذا ليس مقصورا على الكرد وحدهم، ولكن لأن عددهم وقضياتهم
ولأنهم ينتشرون في قلب العالم العربي في أنحائه وبأعداد ليست قليلة، فهذا يلفت النظر، وخصوصا في حيوية مستمرة ونضال مستمر من جانب الأكراد تتعدد أهدافه، ولكن حضور الأكراد في الواقع العربي أقوى من حضورهم في الواقع السياسي. نعم، كيف يعني الحضور؟ لأنه السياسة لا ترسم في داخل العالم العربي خطوطها الأساسية، وتعرف جيدا أن الخرائط الموجودة كلها، وأن تمزيق الأكراد وتوزيعهم على 4 5 دول في المنطقة على الأقل ليس بفعل العرب، ولكنها من الخطط التي رسمت لتقسيم العالم العربي، والتي أريد للكرد أن يغيب حضورهم وأن يتوزعوا على عدة بلاد، بحيث أن طموحاتهم يجري تقليصها، والتطلعات التي يسعون إلى، خصوصا نحن نعرف أن بعض الدول والجهات الأجنبية لعبت بالورقة الكردية من إسرائيل إلى فرنسا وأمريكا، نعرف هذا، ولكن هذا لا يلغي حق الشعب الكردي في الحضور والكرامة، وهذا ما ندعمه وننادي به ليس فقط للأكراد ولكن لكل مكونات هذه الأمة. نعم، كيف يعني الآن نحن لو أردنا أن نتحدث عن القضية الكردية بشكل مباشر، كيف تنظرون إليها بعيدا عن موضوع المحاصصات السياسية أو كذا؟ اليوم هم في حالة اضطهاد، وفي بعض البلدان في سوريا تم تجريد الكثير من الكرد من جنسيتهم، هم بدون، لا يملكون وثائق، لا انتماء إلى أي بلد ولا شيء، مع أن لديهم أملاك من مئات السنوات، في خاصة في مناطق التي هي تحاذي أو على الحدود التركية، يعني مناطق كردية بحتة تم تجريدهم من حقوقهم. كيف كمثقف كإعلامي عربي تنظر لهذه القضية والتعامل معها؟ يعني أنا بعتبر أن القضية الأساسية هي حق الإنسان في العالم العربي والإسلامي. نعم. هذه القضية الأساسية، لأنه هذا الإهدار ما تفضلت بالإشارة إليه يلقى به بعض المواطنين في منطقة الخليج، هم بدون أيضا، وأظن أن هناك فئة في بعض دول الخليج يطلق عليها اسم البدون. نعم. وأنا أذكر أن في يوم ما أنا كتبت مقالة قلت كلنا بدون. نعم. بدرجات متفاوتة. هناك تجريد شديد من حقوق الكرامة، وهناك ابتسار لهذه الكرامة في مساحة واسعة من العالم العربي. فهذا الإهدار، المشكلة الحقيقية أن الإنسان في العالم العربي والإسلامي لم يلقى حقه الذي يستحقه من الكرامة والمشاركة. وأظن هناك اتفاق على أنه ثمة ما يشبه الغياب التام لأدوار الشعوب العربية، ولكن الغياب له درجات مختلفة. فهناك غياب مطلق وغياب مبتسر وغياب أضعف، ولكن الأساس هو الغياب. يعني في بلادنا العربية للأسف الشديد الشعوب أيا كانت هويتها، عربية أو كردية أو غيرها، وتجد الأمازيغ مثلا في شمال أفريقيا، كل هؤلاء حقوقهم منقوصة بدرجات متفاوتة. صحيح أن الحالة فادحة في الوضع الكردي ولأسباب كثيرة، ولا أستطيع أن أنزه هذا. هناك دوافع بريئة ووطنية تدفع البعض، وهناك دوافع أخرى لا نستطيع أن ننكرها تحرك الآخرين. نعم. بعض المواقف في النخب لدى النخب العربية ساهمت في انكماش الكرد أيضا، يعني حقيقة هناك يعني مواقف مخزية أو محزنة يعني لبعض النخب
يعني ساهمت أيضا في خدمة السلطة في استبدادها بالمكون الرئيسي في المنطقة. عندنا في سوريا الكرد هم ثاني أكبر قومية، في العراق لديهم إقليم ويدار، ومع هذا يدفع إقليم كردستان ابتعاده عن الاحتواء الإيراني أو التسلط لكي يكون لديه موقف مشابه حتى للإدارة في بغداد، يدفع ضريبة الحصار اليوم والتحجيم. كيف تنظر إلى موقف النخب من هذا الأمر؟ يعني أصبحت نوعا من بوق السلطة أيضا في استبدادها بالمكون الكردي. يعني أنت تركز على المكون الكردي، وهذا أفهمه وأحترمه، ولكن لأن البرنامج هو الكرد في عيون وأنا ذكرت أنني أقدره وأحترمه. نعم. ولكنني أقول أن هذا التغييب، هذا التشوه للنخب حاصل في أغلب الأقطار العربية. نعم. ليس فقط، يعني هو نجده واضحا في الحالة الكردية، ولكن نجد له نظيرا في دول عربية أخرى. للنخب فينا أدوار للأسف تم تشويهها، وأكثرهم أصبحوا لطول أمد الاستبداد في العالم العربي اصطفت بعض عناصر النخب إلى جانب المواقف الرسمية التي لم تكن دائما بريئة من أي تدخلات أجنبية. هذا يحصل في العالم العربي، وهي مشكلة عامة، تغييب الشعب العربي وتغييب الشعوب عامة. فإذا غيبت الشعب كله فلا غرابة في أن تغيب الأكراد، وإن كان المظلومية في جانبهم أكبر لتوزعهم على عدة أقطار عربية واختلاف هذه. لأن الأكراد، أظن أن الأكراد في تركيا يمارسون قدرا طيبا من الحضور، وإن لم يكن بالقدر الذي يطمحون إليه، لكن لهم حضورهم السياسي ولهم تمثيلهم، وبالتالي المعاناة ليست موجودة في الخط كما ذكرت في الحالة السورية، وبدرجة أو أخرى في الحالة العراقية. لكن حتى في بعض البلدان ومنها تركيا اللغة الكردية ليست لغة متداولة، مع أنهم يمثلون قسما كبيرا من الشعب. على كل حال، إذا نحن يعني نتفق على مبدأ أن الشعوب، تغييب الشعوب أو مكونات هذا العالم العربي حقيقة نعاني منها، وبدرجات مختلفة تختلف من قطر إلى قطر. ذكرت نموذج اللغة في تركيا، وإن كانت مشاركة سياسية موجودة، ويمكن وربما في طموح لأن تكون اللغة الكردية كما أبيحت أو اعتبرت اللغة الأمازيغية في بعض دول شمال أفريقيا لغة معتمدة. هذا طموح مشروع، وهناك فرق بين أن تكون لغة محترمة وبين أن تكون لغة الدولة الرسمية، لأنه هنا تفاوتات قد بعضها يتم بسيادة الدولة. بماذا تفسر المفارقة عند بعض النخب عندما يعني تم الاستفتاء على تقسيم السودان؟ يعني تم الأمر يعني وقع الحدث وحصل ما حصل، بينما بالمقابل عندما ارتفع الأمر بموضوع الاستفتاء على إقليم كردستان، استقلال إقليم كردستان، وجدنا النخب رفعت صوتها. هل هذا يعني لأن جنوب السودان لديه جيران ناصروه، أم أن إقليم كردستان الحاضنة المحيطة به لم توافق، أم أن النخب بالفعل تقع في مأزق الاحتواء والامتطاء والإملاء، تتحرك دوما ضمن بوتقة السياسي المتمكن الذي يغيب صوتها العادل في نصرة القضايا؟ أوافق على هذا التحليل، وأضيف إليه أن ذكرت النخب ودول الجيران. ماذا عن السياسات الدولية؟ السياسات الأكبر من هؤلاء وهؤلاء الدول الكبرى، وهي أعتبر أنها يعني في حالة السودان، أنا أعرف ومسجل في التاريخ أن إسرائيل تسعى منذ الأربعينيات، منذ تأسيسها
أو في قيامها في عام 48، وهي فصل جنوب السودان عن شماله. في شغل. ولهذا يعني هذا التجاهل لابد ان احنا نضعه في الاعتبار، ان في مخططات تستهدف ابتسار وتفكيك العالم العربي وتركز على الأقطار دون غيرها، وكل له دوره. نعم. الكرد، أنا يعني أعود معك لأنه هو البرنامج عنهم. الكرد اليوم تحولوا من جزء من الحل إلى جزء من المشكلة، هكذا حولتهم سواء كانت الأنظمة وسواء كانت بعض النخب. هناك نوع من بصراحة الإذلال الممنهج في التعامل مع الكرد داخل مجتمعاتهم. يعني بعض الدول ما زالت تتهمهم بأنهم لديهم مشاريع بعيدة خارج حدود الوطن، مع أن هذه الأنظمة التي تدعي وطنيتها هي سلخت كل المواطنين وباعت كل القضايا الوطنية الحقيقية. عندما لا نتساءل لماذا الكردي يفكر في الخلاص، ولا نلوم السلطة التي هي بعثت على ذلك الوعي في العقل الباطن عند الكردي، يقول أخي أنا ما عاد بدي مساكنة بالإكراه مع هذه الأنظمة التي لا تنظر إلي. اليوم نحن في سوريا تعرضنا إلى في مناطق الكردية بسبب النظام السوري وبسبب سياسات بعض الدول المجاورة إلى تجريف للكرد. أهالي عفرين أصبحوا خارج أماكنهم، شردوا، أتي بمناطق أخرى تم حقن المناطق. هل أنت تقبل على هذا الأمر؟ يعني لا أستطيع أن للحظة واحدة أن أؤيد شيئا من هذا القبيل، بمعنى ولكني لا أستطيع أن أتجاهل أن إذلال الكرد هو درجة مرتفعة من الإذلال الذي يعاني منه المواطن في أغلب أقطار العالم العربي. المواطن ليس حاضرا. يعني أرجو ألا يتم الفصل بين الحالة الكردية والحالة العربية، هو اختلافهم في الدرجة وليس في النوع. النوع واحد. الشعب العربي غائب ومغيب، أنت لا تكاد تجد في الخطاب الرسمي العربي إشارة إلى الشعوب، ولكن العنوان الأساسي في العالم العربي هو قرارات الزعماء والرؤساء، أما الشعوب فلا تقرر شيئا وتنقاد. ولهذا رغم أن أنا يحزنني كثيرا أنه يتم انفصال الجنوب عن الشمال، ولكن لا أستطيع أن أنسى كما ذكرت أن إسرائيل سعت إلى هذا منذ الأربعينات، ودراساتهم الرسمية تروي هذه القصة. وفي نفس الوقت السودان الآن يتعرض للتفكيك. لا نستطيع أن نقول هذا إلا بإرادة الحكومة ولا بإرادة الجيران. طب أين القوى الكبرى في هذا؟ يعني العالم العربي من الضعف، ولهذا مهم بحيث أثار شهية كل طامع أو كل راغب في تفكيك هذا العالم العربي، أشاعت فيهم هذه الرغبة في إقصاء الشعوب. ولهذا أنا بعتبر أنه الحل ليس استقلال الكرد، ولكن الحل هو احترام الشعب العربي أو إشاعة الحرية والديمقراطية في العالم العربي. وهنا في هذه الحالة سيسعد كل مقيم في العالم العربي بالبقاء في إطار وعائه. طيب طالما هذا غير متوافر، هذا الشرط الآن غير متوافر، صحيح، لماذا نحن نجبر شعب له تاريخه وأراضيه وتم تمزيقه بفعل الإرادات السياسية الكبرى التي كنت تتحدث إليها؟ لماذا نجبره أن يتعايش بالإكراه؟ هناك إذلال. هذا ما أرفضه واحتج عليه، وما ذكرته أنت حينما أنا كتبت عن الحل المنقوص، أسميته الحل المنقوص. نعم، هذا كلام قديم قلته قبل عشرات السنين. نعم، 2004 2005. يعني هذا كلام، هذا لا يعني رضا بما هو حاصل، لكن طموحا فيما هو أفضل. طيب الآن ما هو حاصل يا سيدي؟ أن لم يتحقق هذا الطموح أبدا، بل تم التمادي أكثر وأكثر. طيب أيهما أيسر الآن؟ أن نناضل من أجل الحرية والديمقراطية في العالم العربي لكل الشعوب ولكل مكونات هذه الأمة، أم أن نخوض قتالا
قتالا بالسلاح وبغير ذلك داخل كل قطر عربي. لكن يا سيدي هناك أيضا ذائقة عند بعض الشعوب لا تقبل بوجود الكردي. الأحداث الأخيرة في الشمال التي حصلت في سوريا مؤخرا، بدأت بعض الناس الذين ينتمون إلى العشائر العربية يقول لا نريد أن يحكمنا كردي. يعني إذن تسرت أيضا سرت أخلاقية الاستبداد حتى إلى قواعد الشعب. يعني أنا قصدي لما نريد أن نستمع للأستاذ فهمي نريد أن يوجه ويرشد، يعني كنخبة اليوم الناس في المحرقة ونقول لهم كونوا تحت الثلج، يعني هم يحرقونهم بكل معنى الكلمة. هو نحن في فرق بين الحلول القصوى التي تحسم كل المكونات أو الحلول المتدرجة التي تقربنا من الأهداف المنشودة حينا بعد حين. طبعا حينما تشوه ليس فقط النخبة ولكن المواطن العادي الذي ذكرت أنه يرفض أن يحكم بأكراد أو يجاور الأكراد، هذه تربية الأنظمة الظالمة. ولهذا لا يكفي أن ننبه الناس إلى خطورة وخطأ مثل هذه اللغة، ولكن ينبغي أن نصعد الموقف ونعتبر أن الظلم هو الذي أفسد ضمائر الناس وشوه علاقاتهم بحيث دفعهم إلى رفض التعايش مع جيرانهم الذين يتساوون معهم في الحقوق والواجبات. ولهذا أنا يعني معك تماما في رفض هذه السلوكيات، لكن أقول ولهذا أنا أقول أن الظلم المخيم في العالم العربي يفسد الحاضر والمستقبل. نعم. فمعركتنا الحقيقية هي مع الظلم ولصالح الديمقراطية والحرية. وأزعم أن هذا سبيل أعباؤه أقل وفرصته أفضل ومشروعيته أكثر قبولا. لكن هل هو هذا ما نرجوه أو ما نريده أن يكون كائنا، لكن ما هو موجود غير ما نريده أن يكون موجودا. ما هو موجود يا سيدي، يعني أقول لك مثلا سرت إلى حتى قواميس النخب في المناطق ذات خلينا نقول الاشتعال القومي، يعني سرت أيضا مفردات أمنية في التعامل. أنت لما تختلف مع حزب ما تنعته دولة من الدول المجاورة تنعت أن هذا حزب إرهابي انفصالي كذا، فإذا بهذه الصفة الحزبية صفة حزب تعمم على شعب، يصبح الشعب ملحد أنا أتحدث عن الأكراد، ملحد انفصالي، مشاريع قابلة لحرق المجتمع. مع العلم هذا غير صحيح. الكرد كانوا هم من أكثر المدافعين، حتى الرئيس البرزاني كان من أكثر المدافعين عن الدستور، لأنه كان يرى أن بقاء الإقليم وبقاء الحياة السياسية مرهون بالالتزام بالدستور كذا، إلى أن وجدنا أن هناك تضييق وتحجيم حتى بأبسط الأمور تم حجب الحقوق عن الإقليم كردستان. أنا أستفسر منك حتى هذا الأمر، هذه شهادة للتاريخ من الأستاذ فهمي، هل هذا مقبول إنسانيا إعلاميا سياسيا حقوقيا؟ يعني كواقع لابد أن نرفضه ونقاومه ونندد به. نعم. لكن حينما نحلل الموضوع نعم. نرى أن الرفض وحده لا يكفي، ولكن ينبغي أن نمد البصر لنستهدف، لأنه النموذج الحقيقة النموذج السوري ارتكب جرائم كبرى بحق الشعب السوري وليس الأكراد وحدهم. وإذا ذكرت مظلومية الأكراد وهم لهم الحق في الجهر بهذه الشكوى، لابد أن لا ننسى أن هذا الشعب ألقيت عليه الغاز السام وتعرضوا للمتفجرات التي ألقيت عليهم من الطائرات. نعم. يعني هذا الغضب ينبغي ألا يغيب عن عقولنا ومداركنا أن الظلم الذي هو الظلمات هو المصدر لكل هذا الفساد الذي أصاب الأكراد وأصاب العرب
من أبناء سوريا. أستاذ فهمي، القضية الكردية أنت تعتبر أن أساس حل هذا الأمر هو بالرجوع عن فكرة الظلم، رفع الظلم عن هذه المجتمعات بكل مكوناتها، لكن نحن نرى إلى هذه اللحظة شيوع الظلم ورسوخه ووقوعه، حتى أنت اعترفت أن هناك أو تحدثت بكل أريحية وهذا منذ سنوات أن لديهم ضحايا الكرد ولديهم مظلومية ولا يمكن النقاش فيها. اليوم أنت يعني كرجل لك تاريخك وتجربتك، كيف تقيم التعامل الأمثل مع الكرد وقضيتهم؟ إذا اعتبرنا أن الأصل هو ضرورة الحفظ أو الحفاظ على حق الكرامة والاحترام لكل مكونات هذه الأمة، فذلك لا ينبغي أن يستثني أحدا بما فيهم الكرد. نعم. حق الكرامة ليس فقط ثابتا في القرآن، ولكنه حق إنساني لا نستطيع أن نستثني منه شعبا حتى ولو تعلقت أو تعقدت أمورنا معهم، إلا في حالة العدوان والإكراه، اللي في حالة الدفاع عن النفس. ولهذا أنا أعتبر أن إذا وضعنا في الاعتبار أن الأصل هو شيوع الظلم في المنطقة، وأن حق الكرامة ينبغي أن يحفظ للجميع، فلا ينبغي أن نتراجع لحظة عن الدفاع عن حق الأكراد في الحفاظ على حقوقهم، سواء في اللغة أو في الزي أو في التوظف والتعليم وإلى آخره، شأن أي مكونات أخرى، وهو الذي نعرفه في تاريخنا العربي والإسلامي. نعم. طيب، لطالما يعني أنا أعود إلى نقطة محورية، إذا لم يتحقق ألا يحق للكرد أن يفكروا بأن يكون لديهم مشروعهم الخاص بعيدا عن كل هذه المظالم صحيح. والدماء؟ صحيح. وأنا لا أستطيع أن أبرئ تماما النخب الكردية وأهل السياسة في بني الأكراد، لأنني لدي في نفسي شيء مما يمارسونه من سياسات تكاد بعضها يقترب من إشاعة التوتر في مجتمعاتهم لإصرار البعض على احتكار السلطة وتغيير أيضا التغيير حاصل في البنية الجغرافية لبعض المناطق وإلغاء اللغة العربية لدى البعض. وأنا أنبه هنا أننا لا ينبغي أن نقيم العلاقة بناء على سلوك المتطرفين على الجانبين. هذا نعم صحيح. وحتى على بناء على السياسات، نحن نريد الحقوق يعني كمفهوم عام. فهنا المتطرفون في السياسات أو الحماس للأعراق، هؤلاء ينبغي أن ننحيهم، لأن الأصل هو الاحترام للجميع. لكن الكرد لم يقولوا أمة كردية واحدة، الأحزاب العربية هي التي أطلقت أمة عربية واحدة فسحقت العرب وسحقت الأكراد. بالمناسبة من قال أن أمة عربية واحدة؟ هذه موجة في مرحلة تاريخية واحدة. ما زال يعيش هذا المد الكثيرون. لا، أنا ذكرت أن أول خلية في الإسلام كان فيها الرومي وجابان الكردي، الصحابي جابان الكردي أيضا، وهذه من المغيبات. طيب إذن هذا كان موجود إلى جانب الفارسي والرومي وكل هؤلاء كانوا موجودين. طب لماذا لا يكون هذا هو الذي نسترشد به؟ نحن لم نتعلم أن فلان هذا الكردي كان موجود، لا أعرف. وهذه لاحظ الفكرة حدثت، لكن الناس هم الذين صاغوها وروجوا لها. نعم. المؤرخون هو الذي كتبوا تاريخ. نعم. فذكروا فلانا ولم يذكروا فلانا آخر، ولكن الواقع ذكروا طب إذا كانوا صاحب الرومي والحبشي وهؤلاء كانوا موجودين، ليس هناك ما يبرر أن يستثنى شخص كردي من الصحابة الأوائل. المهم الفكرة أن الكل موجود والكل له حق الكرامة،
وهذا ما ينبغي أن يكون نسترشد به. لا نسترشد بالاتجاهات القومية المتطرفة. بالمناسبة هؤلاء الذي يقولون، لا أعرف بالضبط هل يجوز التعميم عليهم أم لا، ولكن لم يحققوا شيئا غير إطلاق الشعارات التي زادت من شروخ وتفكيك وإضعاف العلاقات بين مكونات هذه الأمة. فحتى هذا الذي يدعونه لم يتحقق. في نقاط حابب سمعك إياها لعلها تكون يعني مرتكزات لبناء أساس علاقة. طوال الحرب بين الأنظمة المتعاقبة، بين الحركة الكردية المسلحة والمظالم التي وقعت على الكرد، بسبب ذلك لم يسجل على الجانب الكردي أي عملية عسكرية ضد المدنيين، لم يسجل أبدا وهذا قل ما يحدث في الصراع المسلح بين طرفين. يعني لم يستهدف القوات الكردية أي جانب مدني، لم يتعرض أي كردي لعربي لكونه عربي في المناطق الكردية. في انتفاضة عام 1991 بعد غزو الكويت سلم كل الجيش العراقي في المناطق الكردية نفسه لإقليم كردستان، ولم يقتل ولا جندي واحد عسكري من العراقيين، بل عوملوا معاملة الضيوف، وهذا مسجل تاريخيا. في الحرب الأهلية في العراق ما بعد عام 2003 كانت كردستان العراق أفضل ملجأ لمن وفد إليها من المواطنين العرب العراقيين، ولا يزال ما يقارب 3 ملايين مواطن عربي مقيم في أربيل، وهي نسبة تقترب من نصف سكان الإقليم. ولم نسمع أن هناك أي اعتداء عن أحد. حتى بعد أحداث الثورة السورية جاء الكثير من اللاجئين ووفدوا إليها، ولم تشتكي إدارة إقليم كردستان كما اشتكت دول مجاورة أن مشاكلها الداخلية بسبب اللجوء أو بسبب اللاجئين اللي وفدوا إليها. كيف بتنظر لهذه النقاط؟ ألا يمكن البناء عليها لعلاقة أفضل أيضا بين الشعبين اللذين الآن للأسف بفعل السياسات انتقل الخلاف من خلاف طبيعي بين المكونات، هذا عربي هذا كردي، إلى خلاف وجداني، أصبح هناك حساسيات موجودة لا يمكن نكرانها. كيف يمكن البناء على هذه النقط الإيجابية اللي هي وقائع وحوادث تاريخية؟ من حيث المبدأ هذه النقاط إذا صحت، وأنا ما ذكرته إذا أرجو أن يكون صحيحا. نعم، هو صحيح ومسجل تاريخيا. إذا صحت هذا نعم. فهذا شيء مقدر ويحسب لصالح المجتمع الكردي أو الإيجابيات المتوفرة في المجتمع الكردي. ولكن هذا لا ينسينا أن النظام السوري فعل بالسوريين العرب ما هو أسوأ من ذلك بكثير، بحيث أنه سوريا نفسها أصبح فيها مشكلة كبيرة حتى بين أهل السنة والعلويين. نعم. بسبب مظالم النظام وجرائمه. لكن لم يتعامل النظام السوري مع أي مكون كما تعامل مع الكرد. يعني أقول لك بصراحة، أنت تقول المظالم صحيح، لكن هل تصدق أستاذ فهمي أن الكرد منعوا من التسمية بأسمائهم؟ أكراد حلب كان بعضهم ممنوع من التسمية. ذكر لي شخص راح والده ليسجله باسم كردي، فقال له المختار، قال له ممنوع بتسمي ابنك باسم عربي، غصبا عنه سموا له اسم عربي. يعني انا قصدي انه نبقى نحن في انت تطالب دوما بالعدل والانصاف ورفع الظلم. احيانا كمان من الحقيقه ان نذكر كل المجال، يعني الظلم نعم وقع على كل المكونات، لكن الى الان الكرد إلى هذه اللحظة يعاملون معاملة اللامواطن. هذا الذي أنا أريد يعني مقتدر إعلامي مثل حضرتك أن يسجل بصمته، لأن إذا كان المفروض لهذا البرنامج أن يسمعه العرب، فالكراد ينبغي أن ينصتوا أيضا لخطاب عاقل يحدثهم. أنا أريد أن أسجل أمرين. الأمر الأول أن حق الكرامة مكفول، وينبغي أن يكون مكفولا للجميع، كرد وغيرهم، لكل حتى لو وصل إلى المطالبة باستقلالهم. إذا وجدوا أن هذا الفضاء لم يعد متاحا لهم أن يكونوا ما هو لكن ده ينقلنا إلى النقطة الثانية.
أنه لا أستطيع أن أبني شيئا على سلوكيات المتطرفين الذين يصل الأمر بهم إلا منع الجيرة أو منع تغيير استخدام الاسم أو إلى هل يمكن أن أقيس على هذا؟ ما هو الحمقى في كل مكان. يعني هذه سلوكيات ترفض ولا تذكر، لأنه إذا قلنا أحد أمرين: أن هذا استثناء فينبغي أن ألا يقاس عليه، أو أن هذا سلوك عام فينبغي أن نواجهه. نعم. فهو السؤال: هل هذا استثناء أم أنه سلوك عام؟ هلا هو كان أصلا استثناء، كان لكنه بدأ يصبح سلوكا عاما حقيقة. على كل حال في التحليل نعم نقول أن الاستثناء لا يقاس عليه. إذا انتشر فمعنى هذا فإن هناك هشاشة. الظلم يعني يظلم العقول ويشيع الفساد في الأرض بين الناس، ولهذا لابد أن يقاوم. وإذا حدث وتحول إلى قاعدة فلابد أن هناك مرضا عميقا لابد أن ينتبه إليه أهل النظر والعقلاء ويسعون إلى مواجهته. ومع هذا لا يلغي حقيقة أن الظلم يفسد الضمائر والعقول. أنت تحب الغزالي، يقول الغزالي: قلة الإنصاف تقطع الأرحام القريبة. حقيقة ألم ينصف الكرد؟ يعني هذه أنا يا سيدي الفاضل أنا سألتك سؤال: أليس من الإنصاف حتى إذا لم نجد هؤلاء الكرد دافعوا عن الدستور وكانوا هم من المؤسسين للدول التي قامت بعد زوال الاحتلال، لكنهم في النهاية الأنظمة المتعاقبة سواء في العراق أو سواء في سوريا أو سواء في البلاد المجاورة لإقليم كردستان كلها مارست نوعا من استعمال الحق المفرط والقوة المفرطة في استئصال هؤلاء أو في تهميشهم أو في عدم التعامل معهم. عندما نريد أن نطلق حكما على شعب ما أو قضية ما علينا أن نتفهم أيضا بواعثهم. اليوم يا سيدي محرومين بكل معنى الكلمة، حتى أقليم كردستان لم يقابل إلا بأنه جزء من مخطط استعماري. الأقليم لم يدخل الأمريكان ولم يدخل أحد، وإنما إلى هذه والشعب العراقي لم يدخل الأمريكان. البوابات العربية هي التي أدخلته الأنظمة. أنا لا أريد أن نصل إلى في النهاية أنه يعني يشكل هذا مدخلا لإقامة مذبحة للشعب العراقي. لا ينبغي أن نصل إلى هذا. لازم يعني إذا اعتبرنا أن الظلم هو المشكلة فلنكرس مجهودنا لمواجهة هذا الظلم بكل ما نملكه من وسائل متاحة. طب ماذا تطالب النخب في هذه بالنسبة للكرد؟ النخب حتى نمشي خطوة خطوة. النخب كيف نستطيع أن ندعم رأيك في رفع الظلم عن الكرد من النخب العربية المثقفة؟ لا، أولا أن يستعيد الأكراد مكانتهم في العقل العربي. أنت ذكرت ضربنا مثل بالصحابة الأوائل، وأنت أضفت أحد الأكراد الذين شابان لم ينتشر اسمهم بين المثقفين. ده إحدى المداخل، بمعنى إخواننا الحضور هو مهم. نعم. يعني إنه صحيح أن المشاكل يعني تستطيع أن تقول ماذا يحدث في الهند وماذا يحدث في ميانمار وماذا يحدث في فلسطين، فالناس قد يحسدون الأكراد رغم ما تشير إليه من مثالب أو مساوئ أو إساءات. يعني في الصين في إبادة موجودة في سينكيانج، وفي ميانمار مشاكل، وفي أفريقيا الوسطى في مشاكل، يعني في كل مكان في مشاكل. لكن السؤال إذا فيما خص الأكراد ينبغي أنا حينما وجدت أن رئيس الوزراء الهندي استقبل في إحدى الدول الخليجية بحفاوة بالغة، ورأينا كيف أنه الحفاوة دي أثمرت علاقات شديدة برغم أن في حوالي 200 مليون مسلم في الهند يتعرضون للاضطهاد. طب يعني من حقنا أن نقول أنه إخواننا في هذه الحالة الأكراد أفضل حالا. قد نقول هذا، لكن هذا لا يلغي حقيقة المظلومية التي يتعرض لها الأكراد. ولكن ينبغي بالنسبة للمثقفين إذا كان لهم دور، وللأسف الشديد لابد أن نعترف أن قطاعات المثقفين لإطالة أمد الظلم تعرضوا بدورهم للتشويه وأصبحوا جزءا
من حملات التفتيت، وليس حملات وليس مساعي التكامل والتوافق والتسامح والتعايش. يعيشون ثلاثية نافق أو وافق أو فارق صراحة. صحيح، فده حاصل. لكن في هؤلاء وفي غيرهم، ولا بد أن نلاحظ أنه في أجيال جديدة تتوالد. يعني احنا إذا كانت في أذهاننا مرارات لسنوات سابقة، ففي هناك أجيال جديدة إما تجاوزت هذه المرارات، أو أنها رضعتها في الصغر وعاشت عليها، واستمرار الظلم أدى إلى تكريس هذه المرارات بحيث تحولت إلى عاهات لا سبيل لها إلا الفراق. نعم. يعني أعود لنفس السؤال، ماذا تطالب النخب إن وجدت النخب العربية؟ كيف تتعامل مع الكرد؟ أنا أتحدث عن الكرد مباشرة. النخب لا أستطيع، هي حدود النخب، ما هي في الآخر ما هي حدود النخب؟ وما المقصود بالنخب؟ هل هم نخب في السلطة أم خارج السلطة؟ هم مجموعة من المثقفين أم من الحكام أصحاب القرار؟ لا أتحدث عن السلطة أصحاب القرار، أتحدث عن النخب. بعض النخب أصبحوا الآن يقرؤون حتى أصول الكرد أنهم عرب، يعني وصل إلى حالة من يرثى لها أيضا عند النخب. لا، لنقل يا سيدي أنه النخب دورهم في التنوير وإنارة العقل، نعم، وإشاعة المودة والمحبة والسلام وإشاعة العدل. إذن دورهم ينحصر في أن يكون هناك لغة مشتركة متسامحة صحيح، تقوم على العدل. صحيح. طيب الشعوب تتربى، وبعدين لا أستطيع الشعوب هذه ألا توجد هناك كيانات تعبر عن هذه الشعوب؟ ولهذا نعود إلى فكرة تغييب الشعوب في العالم العربي. يعني الشعوب تربى يا أخي، يعني في تتربى على الظلم، على الاستبداد. يعني الشعب الفلسطيني الآن، شوف السلطة ماذا تفعل في فلسطين، والسلطة الإسرائيلية ما الذي تفعله في إثارة الكراهية ضد العرب وإلى آخره. المهم الشعوب تربى، والنظام السوري وبعض الأنظمة أيضا تربيهم على كره الأكراد أيضا. خلاص، ما هنا يبقى هذه أنظمة ليس للنخبة إزاءها غير مواصلة التنوير والتنبيه وإحقاق الحق وإشاعة العدل والسلام والمحبة بين الشعوب. دي مسألة دي مسألة يعني لم تعد، لسنا في حاجة إلى أن نستشهد مواثيق دولية. إحنا تعاليمنا وديننا وثقافتنا هي انبنت على هذه، ولم تدم هذه الثقافة وتستمر إلا لأنها أرست هذه القواعد التي تحترم حق الناس في الكرامة والعدالة وإلى آخره. تأكيدا على كلامك في الدين، قرأت لكاتب عراقي وهو من الشخصيات الإسلامية الكبرى يتساءل لماذا لم يتم التعاطف مع مأساة حلبجة وضرب حلبجة. وهذا الكلام ذكره الأستاذ معاذ الخطيب في رسالة الحسين لا يشرب الدماء، فقال الآتي: قال السبب الحقيقة أنه المضروب في حلبجة كان كرد، فلذلك تم تجفيف العواطف وعدم التحدث عنها بشكل كبير. هذا شخص إسلامي من إسلامي العراق يذكر هذا الكلام، يقول جفاء الشعور العام للقضية فيما حصل في مأساة حلبجة لأنهم كانوا أكراد. يعني حتى بصراحة النصوص الدين تصادم هذا الأمر. يعني لا، هذه النصوص ليست نصوص الدين، هو تفسيرات من عند الناس. ذكرت اسم واحد، وتستطيع أمام الشخص تجد عشرات الأشخاص أو مئات الأشخاص يقولون بغير هذا. الفكرة يا سيدي أنه كما قلنا أنه الرأي الشاذ أو الموقف المتطرف لا ينبغي أن يقاس عليه، هو يحاكم بالنص وليس هو الذي يحاكم النص. نعم. إذا قال قائل ما ذكرت فنستطيع أن نحاكمه بما لا حصر له من النصوص. إذن هؤلاء يخرجون حتى عن الأعراف والنصوص الدينية عندما يجمدون مشاعرهم في أنا لا أريد كلمة أدقق في الألفاظ، هو يسيء تفسير النصوص الدينية. نعم، متعسف في تفسير النص، يتعسف بشكل في مبادئ، يعني لأنه يعني كما نفهم في قيم أساسية. نعم. طب أين قيمة العدل؟ أين قيمة الكرامة؟
ولقد كرمنا بني آدم. طب كيف يمكن أن يستقيم هذا حينما يعني نقول أن بني آدم لأنه آدمي له حق الكرامة؟ هذا يسوغ لأحد أن يقول الكردي ينبغي أن يلحق به كذا وكذا. هذا لا يليق ولا يجوز. كإعلامي أستاذ فهمي، ماذا ترى من ميثاق شرف إعلامي أو هكذا بنود أساسية كلافتات، خلينا نقول كإعلامي، كيف نتعامل مع الكرد؟ أنا الحقيقة لا أصدق حكاية ميثاق الشرف دي ولا أوافق على، لأنها في الآخر تحول القضايا المهمة إلى قضايا لغوية. كيف نبدع اللغة التي تدغدغ العواطف وتلبي المشاعر؟ لكن في قيم أساسية، في قيمة العدل وقيمة الأمانة وقيمة الكرامة. هذه هي قيم أساسية. هذا ينبغي أن يتم التعامل مع الكرد بالعدل يعني والكرامة والحرية، ويعني بهذا يعني نحاكمهم بهذه القيم الأساسية التي لا يختلف عليها أحد من أهل النظر ولا من أهل الدين. نعم. ولهذا ما أسهل، نحن نعرف كثيرا أنه الدساتير والمواثيق وإلى آخره في غيبة مؤسسات شرعية تعبر عن ضمير المجتمع يمكن التلاعب بها. نعم. فإذا كانت لدينا مؤسسات شرعية في مجتمعاتنا نستطيع أن نستند إليها أو نحتكم إليها، وهذه تتبنى الدفاع عن حق الناس في الكرامة والعدل والمساواة، هذه نأتمنها ونستشهد بها. أما مواثيق مكتوبة، وأظن أن أكثر الأنظمة استبدادا هي يعني خطت أكثر دساتير روعة وجمالا في التعبير. نعم. الآن أنا أريد أن أسمع منك رسالة للكرد. ماذا تقول لهم أنت كإعلامي وكاتب معروف ولديك تاريخك وسيرتك؟ ماذا تقول للكرد؟ يعني ألا أستطيع أن أقول أن أولا حقهم في الكرامة ينبغي أن يظل محفوظا. ثانيا أن الظلم الذي يحيق بهم أو يصيبهم هو ظلم أصاب المواطن العربي والإنسان العربي بشكل عام، وبالتالي مشكلتهم جزء من مشكلتنا جميعا، وإذا كانوا هم بدون فنحن في أوطاننا أيضا بدون. نعم. الآن أنا ذكرت لك تجربة إقليم كردستان. اليوم هناك مهاجرين هاجروا إلى كردستان وأصبحت أرقاما كبيرة يعني موجودة في إقليم كردستان. لم يشتكي هذا الإقليم من هؤلاء الوافدين إليها يعني، ومع هذا يتم تجاهل وعدم يعني دعم هذا الإقليم في تجربته، بل تجفيف موارده المالية ومداخله كلها. ماذا تقول لهذا؟ يعني هنا نحتكم إلى قيمة العدل، وهنا فين أين الكرامة والعدل فيما نقول في يعني لا أعرف الوقائع والتفاصيل، ولكن أعرف أن هذا الإقليم له حق في المشاركة وفي المشاركة السياسية وفي المداخيل وفي الحصص المالية. من حقهم أن يطالبوا بكل الوسائل، وفي برلمان وفي انتخابات. يعني لا أعرف الوسائل المتاحة لإحقاق الحق، ولكن لا ينبغي أن يسكتوا على حقهم إذا كان قد تم إهداره بصورة أخرى. أنت ذكرت في بعض المقالات أن التعامل مع الشأن الكردي كان يعني يخضع للمجاملات أو يخضع يعني لبعض الخطابات الإعلامية. صحيح. نعم. وهذا ذكرته في مقالات عام 2004 و2005. اليوم أنت كيف تنظر بعد تعاقب هذه السنوات؟ وأنت كتبت أيضا الكرد شعب الله المحتار، ولك مشاركات كبيرة يعني حقيقة ذكرتها في بداية الحوار. الآن كيف تنظر إلى موقع الكرد كفاعل في المنطقة، وماذا ترجو أن يقوم يعني الكرد بالمنطقة في الراهن الذي نعيشه؟ هو رغم أنني أطلقت هذا المصطلح شعب الله المحتار قبل عدة سنوات، ولكني الآن أستطيع أن أضيف أن العالم العربي، أن الشعب العربي انضم إلى القائمة وأصبح بدوره شعب الله المحتار. نعم.
ماذا تقول للكرد؟ لا، يعني هم ظلوا على نضالهم، يناضلون طوال حياتهم. لا نعرفهم إلا إما في الجبل أو مقاتلين، لا نعرفهم، قليل نعرفهم المثقفين والموسيقيين هذه. مع أني وجدت لوحات أنت يعني عندي فنانين أكراد. نعم، يعني وجدت لوحات. هم ناس موهوبين. نعم. موهوبين، ولكن حظوظهم يعني البيئة العربية ليست بيئة، لم تعد بيئة رحبة وسعة الصدر، ولكن ضاقت الصدور. ضاقت الصدور بفعل الظلم. وأنا لا أمل من تكرار هذه الحقيقة، أن الظلم بالظلمات الذي يفرضها لا يستثني فئة في بلادنا ولا بلدا في جغرافيتنا الممتدة من المحيط إلى المحيط. ولهذا شايف أن الكرد يناضلون ويستبسلون في نضالهم بوسائل المختلفة، بعضها نوافق عليه وبعضها نتحفظ عليه، وخصوصا التي تذهب أو إذا ذهبت إلى حد التطرف الذي ذكرت في موضوع الأسماء واللغات وإلى آخره. وأظن أنه يعني للأسف أنه في بلادنا لم نعد نتوقع أشياء جيدة باستمرار، ولكننا بنتمنى أن تكون أقل سوءا من سابقاتها. نعم. هل أنت متفائل بالنسبة للقضية الكردية أن يكون هناك نوع من استعادة نسيج هذه العلاقة والمكونات لبعضها البعض في ظل ما أسميته أنت بالحل القاصر؟ يعني الحقيقة هذا مرتبط بأشياء متعددة للأسف الشديد. بعضها متعلق بالخريطة العراقية، وبعضها متعلق بالخريطة الإقليمية، وبعضها متعلق بالخريطة الكردية أيضا. فمسألة التفاؤل والتشاؤم مرتبطة بما يستجد من معطيات. نعم. إذا استمر النضال وظل سلميا كلما كان متاحا، وظل يقوم على قاعدة يعني استجلاب العدل وتحقيق المساواة، هذا يمكن أن يفضي بنا إلى يعني النتائج المرجوة. وأنا الحقيقة لابد أن أضيف إلى أن الشعب المحتار، الشعب الفلسطيني أيضا والشعب المحتار أيضا، لأن حالته أسوأ. يعني لديه من يقهره ويلقى تأييدا دوليا وعربيا، وكل أبلسة الأرض تقف في هذا المربع المعادل للفلسطينيين، ولكن الشعوب العربية هي التي أرجو أن تفيق يوما ما فتحقق للأكراد حقهم وللفلسطينيين حقهم أيضا. الله يبارك فيك. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ فهمي هويدي، الإعلامي والكاتب والباحث الكبير، الذي خص برنامج الكرد في عيون معاصرة لقناة كردستان باستودشار بهذا الحوار من القاهرة. نستودعكم وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.